مساء الخير يا عشاق الساحرة المستديرة، ولقاء جديد مع أحمد سبورت لايف وآخر وأهم أخبار الكرة المصرية. هنبدأ كلامنا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة يصلك كل جديد. في بداية الأمر هنتكلم عن النادي الأهلي وموسم الانتقالات وإهدار المال العام وفين اللعيبة اللي الأهلي جابها الموسم الماضي في بداية الموسم وراحت فين. هنبدأ بحسام حسن. حسام حسن جه الأهلي لم يفعل شيء، جه بصفقة وصلت لحوالي 30 مليون جنيه ولم يفعل شيء للنادي الأهلي، وخرج إعارة مجاني لنفس النادي، لنادي سموحة. خرج إعارة مجانية لمدة 6 شهور مقابل خالد عبد الفتاح إعارة للنادي الأهلي مع بند أحقية الشراء مقابل 10 مليون. كل التوفيق طبعا لحسام حسن، بس دي علامات تعجب، علامات إهدار مال عام. الجمعية العمومية للنادي الأهلي يعني لم تتحرك، تظل ساكنة أمام قرارات لجنة الكرة ومحمود الخطيب. يعني حسام حسن ده مثال، يعني إهدار لاعب جبناه ب30 مليون لم يفعل شيء، رحل مجاني إعارة 6 شهور، يعني لمجرد ان هو يلعب، لمجرد ان هو يلعب اساسي. طبعا بعد 6 شهور احنا عارفين القصة ان هيتجدد اعارته مرة تانية او هيغادر النادي الاهلي نهائيا بقى، هيرجع هيفضل في سموحة ويكمل، هيبقى عنده عروض تانية. ففي جميع الاحوال يعني دي علامات تعجب للناس اللي كانت بتتكلم على لاعب زي زكريا الوردي اللي جه الزمالك ولم يتأقلم ولم يتحمل ضغط الجماهير، ورحل بعد أقل من شهرين أو 3 من التعاقد معاه. بس الزمالك تعاقد مع زكريا الوردي في صفقة انتقال حر. اللاعب لم يكلف النادي شيء، اللاعب جه يرحل على النادي، رحل بصورة ودية بعد التنازل عن جميع مستحقاته وكمان استرداد المبلغ اللي تم دفعه ليه كمقدم تعاقد. يعني هو قعد شهرين 3، خد الراتب بتاع الشهرين او ال3 فقط لا غير. المبلغ اللي هو خده كمقدم تعاقد تم استرداده مرة أخرى لنادي الزمالك. هنتكلم على مستشار مرتضى منصور بعد مباراة الداخلية طلع بتصريحات يعني لم تلقى يعني رأي جماهير الزملكاوية، ما عجبتش حد نهائي. ما ينفعش ان احنا نطلع يعني نتكلم على، ما ينفعش رئيس نادي يطلع يتكلم على لعيبته بالشكل ده. هو طلع يعني ادان احمد فتوح وعبد الله جمعه يطلبهم من فييرا خروجهم من قائمة المباراة بعد ما كان في تحليل منشطات. هيئة تحليل المنشطات كانت موجودة في الاستاد في مباراة الزمالك والداخلية ومباراة الأهلي. الزمالك الاتنين لعيبة دول بياخدوا يعني أدوية للتخسيس. الأدوية التخسيس دي فيها مادة منشطة. خطأهم من الأول والأخير والأهم إن هم لم يبلغوا، يعني ما بلغوش الجهاز الطبي نادي الزمالك، ما بلغوش فييرا أمير مرتضى بالكلام ده، ما بلغوش إن هم بياخدوا حاجة زي دي. فطبعا يعني هو كان نتمنى ان هو الحديث يبقى في غرفة مغلقة. فييرا كان ذكي في الموضوع ده، رد قاطع ورد يعني سكت الجميع. رد ان قال ان فييرا ان عبد الله جمعة واحمد فتوح بيعانوا من نزلة برد وهم فعلا مصابين، وهو اللي قرار استبعادهم يعني كان قرار منه هو بعد ما اتأكد ان هم فعلا مصابين. في جميع الأحوال هو ماتش وعدى، ماتش وخلص. الزمالك تعادل في الدقيقة الأخيرة بعد يعني فضايح تحكيمية كبيرة. الزمالك يعني هدف الداخلية اللي سجلوه يعني اوفسايد واضح، ويعني الحالة دي لغت هدف قبل كده الزمالك بسبب ان هم حسبوا ان امام عاشور متداخل في الكرة، وهو كان لم يلمس الكرة يعني ما كانش متداخل، بس هي اتحسب ان هو متداخل وتم الغاء الهدف لنادي الزمالك قبل كده.
احمد الشناوي محلل التحكيمي للنادي الاهلي وقنوات اون تايم سبورت طلع وكان يعني لاول مره نشوف ان هو هيتجنن ان ازاي الهدف ده يتحسب. تاني حاجة ضربة الجزاء، ده الزمالك ليه أكتر من ضربة جزاء في اللقاء الداخلية لسامسون إكنولا. سامسون إكنولا الناس الجميع بينتقدوا دون استثناء. سامسون إكنولا لم يظهر بالمستوى المطلوب. ازاي؟ ان هو يعني لاعب مهاجم شغلته تسجيل اهداف، لحد الان لم يسجل الا هدف في لقاء الافتتاح امام سموحة. هدف كان جميل، هدف كان بداية مبشرة للاعب مع استمراره في الملعب. سامسون إكنولا الماتش اللي فات الجميع انتقدوا ان هو لم يؤدي بالمستوى المطلوب، اهدر كثير من الفرص. لا، سامسون إكنولا لعب وأدى بشكل جيد. الزمالك كتيم المباراة اللي فاتت كان سيء، ما كانش حلو. الزمالك فاق في يعني يعتبر في آخر ربع ساعة. الزمالك بدأ يخش المباراة في آخر ربع ساعة من اللقاء الداخلية. فسامسون إكنولا يعني أي كرة جات له فيه كان يعني لو شفنا أرقامه في المباراة، تسليم وتسلم الكرة تقريبا أعلى لاعب طبعا، بغض النظر عن نبيل عماد دونجا ده يعني في حتة تانية، أو مش هنبقاش كلمة حتة تانية، ده موضوع تاني خالص. لكن سامسون إكنولا كان موجود، كان يعني تعب الفريق، كان بتحركاته كتير، تحركاته كانت موجودة ومؤثرة. هو اللي ساهم في كورنر جاب منه الزمالك جون. اللعيبة كانت بتطالبه ان هو يقع. احنا دلوقتي احنا يعني بنتريق وبننتقد لعيبة كتير اما من اقل لمسة يقعوا، ولو وقع هل كانت هتحسب ضربة جزاء؟ ما اعتقدش مع الحكم اللي احنا شفناه ده، يعني ما اعتقدش خالص ان هي كانت ممكن تبقى ضربة جزاء. فسامسون يكنولا لعيب محترف، لعيب كبير، سنه صغير لسه قدامه وقت كتير، هينسجم مع الفريق قريبا. يعني كل التوفيق لسامسون يكنولا، بس ما نذبحش اللاعب بيأدي يعني الواجب بتاعه كويس. العرضيات ما كانتش على المستوى المطلوب في اللقاء الداخلية. هو كان بينزل وبيستلم وبيسلم، لكن لم يكن يحالفه التوفيق وما قدرش ان هو يسجل. لكن قدر ان هو يعني برخامته على الكورة، بلغة الكورة، برخامته في الملعب، قدر ان هو يحصل على كذا ضربة حرة، قدر ان هو يحصل على ضربة ركنية جه منها هدف الزمالك وهدف التعادل في الوقت القاتل. طبعا التحكيم ده علامات استفهام كبيرة في الدوري المصري، نتمنى نشوف علاج ليها. حاجة تانية في نادي الزمالك، إمام عاشور يعني بمعنى أصح كده بقى تعالى على الكورة، ما بقاش إمام عاشور اللي هو كانت بدايته مع الزمالك المدفعجي. لا، كنا احنا بننتقد زيزو وإمام عاشور. زيزو المباراة اللي فاتت أدى في حدود المجهود البدني المتاح ليه. زيزو مجهد بدنيا، بيشارك في جميع المطوشة، بيبقى عبء عليه كبير، بيأدي. الماتش اللي فات اجتهد لعب على قد المجهود اللي عنده. امام عاشور بقى يعني انا رأيي ان هو ما جاش ماتشات الزمالك اللي فاتت، ما كانش موجود. يعني نقطة ضعف للزمالك، بيلعب مع الفريق المنافس، زي ما الجميع قال على محمد شريف ان هو ما كانش موجود مع النادي الاهلي الفترة اللي فاتت، كان سيء جدا وان هو نزل كمالة عدد. انا بقول على امام عاشور ان هو نزل كمالة عدد. امام عاشور دور الفني التكتيكي في الملعب غير موجود. لاعب سيء جدا في المباريات اللي فاتت، لاعب كسول. احنا شفنا في كذا كورة امام عاشور مش قادر ان هو يجري، مش عايز يجري، بيتعالى على الكورة، بيستلم الكورة وبيزعق مع زمايله وهو بيستلم غلط وبيسلم غلط. مش عشان في ماتش عمل اسيست او جاب جون يبقى خلاص، لا. امام عاشور اداؤه عليه علامات استفهام كبيرة جدا. نتمنى من جوسوالدو فييرا حلها في اقرب وقت. كل التوفيق لنادي الزمالك الفترة الجاية. الزمالك عنده مباراة الاتحاد السكندري. الزمالك فقد المركز الثاني في المركز الأول، واحتمال النهاردة كمان يفقد المركز الثاني لصالح
فيوتشر في حالة الفوز، في حالة فوز فيوتشر على سيراميكا كليوباترا. في جميع الأحوال كل التوفيق لفارس الأبيض. صفقات الشتاء احنا مش عارفين هيبقى فيه صفقات ولا لأ. المستشار طلع وصرح قال لك مفيش صفقات، لكن في اكيد هيكون في صفقات. محمود شبانة اكيد ان هو هيرجع. الف سلامة محمود ونش، رجع لنا بألف سلامة. كان فارق جدا معانا وعارفين قد ايه قيمته، وعرفنا قيمته اكتر بعد غيابه والاصابة اللي اتعرض لها. كل التوفيق لنادي الزمالك والمستشار مرتضى وامير مرتضى وكتيبة جوسوالدو فييرا في ما قادم. الدوري خلاص يعني بدأ يشتعل في أسابيعه الأولى. بيراميدز النهاردة حقق الفوز في ولاية أولى. جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك حقق نتيجة وأداء، نتيجة كبيرة ب4 أهداف لا شيء. ده يعني وجود مدرب زي باتشيكو في الدوري المصري في قيادة بيراميدز بيخلي الدوري ليه شكل تاني، ليه قوة وليه طعم. فكل التوفيق للنادي الملكي، كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. يستعيد توازنه، يعني يجهز أوراقه الهجومية. يوسف أسامة نبيه رجع خلاص. طبعا أسامة نبيه المدرب العام مشي، حل مكانه النهاردة إسماعيل يوسف تجانا الكرة المصرية. كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. ولو عجبك الفيديو لايك واشترك في القناة فضلا وليس أمرا.